التأهل، ولكن لابد أنه الأدوار الدفاعية تكون حاضرة بقوة في هذه المواجهة. حضور جماهيري كبير كالعادة، جماهير الجيش الملكي حاضرة بقوة. الجيش الملكي لما كنتحدثوا عليه فأكيد كنستحضروا الكؤوس، كنستحضروا البطولات، كنستحضروا التاريخ ديال فريق الجيش الملكي على مستوى المنافسات الافريقيه. نذكر بان اول فريق مغربي حقق لقب ابطال افريقيا كان 85 امام فريق ازرق من الزئير، وبالتالي الفريق الذي يسعى لتحقيق لقب جديد. ترجع كره لفائده الفريق الغيني، حاولت اخراج كره من طرف لاعب امادو جيبو، تدخل مروان الودي، تمريره طويله، عوده ديال لاعب انس باش، كان هناك وضعيه تسلل وخطا لفائده فريق الجيش الملكي، وهذا ما يمكن الا انه يعطي اكيد دفعه قويه للاعبين. الحديث كذلك حول فهلي، يوسف فهلي خذ الكره، تمرير ممتاز على مستوى الجهه اليمنى لانس باش بامكانه يرفع الكره، فرصه تدخل وابعاد الكره. كانت 1-0، كان انتصار ديال الفريق الليبي في الوقت المتبادل. المحاوله مرتده سريعه على مستوى الجهه اليسرى، لكن العوده ديال انس باش ممتاز لإيساكا ساماكي، كيلعب الكره طويله، تدخل سياسه الفريق الغيني. حذري من هذه الكرات، حذري من التمريرات العرضيات، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء، لكن بالمقابل ديان ساماكي، هذه فرصه محاوله تدخل، هناك خطا، تدخل امام احمد حمودان. هذه فرصه لفائده فريق الشمال، لعبت كره لكن ما كانش بشكل جيد كما، وهذا هو المهم على الذهاب بعيدا في هذه المنافسات الافريقيه، خصوصا انه خلال النسخه الماضيه كان البرتغالي الكسندر دوس سانتوس وبروح جماعيه استثنائيه، وهذا كان مهم جدا. يوسف الفحلي، تمريره لخالد اجول، خالد فرصه محاوله، فرصه الهدف، تدخل الحارس، فرصة الهدف تضيع من خالد أجور خان، كان بإمكانه يعني التعامل مع الكرة أفضل ما تابعنا. أحمد حمودان تمريرة، محاولة أخرى، خالد أجور خان داخل منطقة الجزاء، إمكانية التمرير لكن تدخل وإبعاد الكرة وإبعاد الخطورة. أعتقد بأن خالد أجور خان كان بإمكانه أنه يوضع الكرة في الشباك في الوقت اللي الحكم الآن كيوقف اللاعب لأنه إصابة ديال الحارس سيكو سيلا، لأن كان خروج ديال الحارس سيكو سيلا. خالد أجور خان كان بإمكانه أعتقد أنه يرفع الكرة، لاحظوا من جديد كان خطأ مصري. هذه فرصة محاولة لعبة كرة داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية حاضرة. كأس كؤوس الإفريقية لعب النهائي 97، كأس أفرو آسيوية لعب النهائي 86، بالتالي دائما حضور متميز على المستوى القاري. تحضيرا واستعدادا لهذا الكأس الإفريقي وكذلك المنافسات المحلية. فرصة محاولة تدخل أمام حمزة خابا، الحكم تم وصلت اللقاء، كان عنده السرعه، امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. احمد حمودان خذ الكره، حمودان يمرر، فرصه تدخل، تغطيه حاضره. احمد حمودان من جديد كيتمكن، ومراوغه ممتازه. الرجاء والوداد، نذكر كذلك ماريو ويلسون. هذه فرصه محاوله، يوسف الفحلي، تغطيه حاضره. الكرات الثابته، لعبات الكره في القائم الثاني، فرصه راسيه، دائما محاوله لكن مشات فوق المرمى. محاوله لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه اعتقد اللاعب حمزه خابا. انطلاقه يوسف الفحلي، مراوغه ممتازه، يوسف الفحلي تمريره، هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي. زين الدين عبد الراك تباطأ شيئا ما، كان بامكانه انه يوصل الكره وانه يمرر. تفدات الركنيه الراسيه، تدخل حتى على احمد حمودان الشماخ، انطلاقه المسانده الهجوميه، تمريره ممتازه، فرصه لحمزه خابا، يوسف الفحلي، لكن الكره سهله عند الحارس سيكو سيلا. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش. كان ارتقاء ديال فارو بيندي، تدخل جمال الشماخ، تعود لفائده الفريق الغيني على مستوى الجهه اليمنى، بحث عن امكانيه التمرير. لاعب باري، تدخل ديال زين الدين عبد الراك، طويله ديال اللاعبين الغينيين، تعمل كره بالراس، دائما الخطوره، لازم ابعاد الكره بالراس ممتاز. مروان الوادي، مشات الكره على مستوى الجهه اليمنى، خالد أجور خان، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله، امكانيه الهدف. حمودان يضيع بعد تدخل ديال الحارس سيكو سيلا، ثم تسديدات رابح ريمات. فرصه تضيع على فريق الجيش الملكي الذي كان قريبا من تسجيل الهدف الاول. تابعنا المرتد الهجومي السريع اللي قادوا اللاعب خالد أجور خان، دخول داخل منطقه الجزاء، يمرر حمودان، خذ الوقت ديالو الكافي يسدد، لكن الكره كترتطم بالحارس سيكو سيلا وتضيع هذا الجهه اليسرى. والرواق الايسر انس باش
باش رفع الكره داخل المنطقه جات فرصه ما عرفتش خالد اتور خان ما لمسش الكره بالراس. كانت محاوله اعتقد لو مشى الكره بالراس كان فعلا غادي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. بالفعل فرصه محاوله خروج الحارس سيكو سيلا لانه القامه طويله وبالتالي الكره اتور خان كيبحث عن امكانيه التمرير رفع الكره فرصه دائما ننتظر الهدف لفائدة فريق الجيش الملكي سواء جيلومنات. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء أحمد حمودان يسدد حمزة خبا وتدخل الحارس سيكو سيلا. فرصة ممتازة لفائدة فريق الجيش الملكي. وصلت الكرة للمهاجم حمزة خبا أمامنا يسدد لكن الكرة كانت في وبالتالي استثمار هذا الاخطاء. رفعت الكره فرصه راسيه هناك ضربه جزاء بالفعل. هناك لمسه يد وضربه جزاء بالفعل لفائده فريق الجيش الملكي. الصوره كانت واضحه والحكم يشير على البطاقه ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. احتجاجات ديال لاعبي فريق بعض الطريقه ديال غادي ينفذ حريمات كيوضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي كيتمكن من افتتاح النتيجه من نقطه الجزاء بواسطه اللاعب والعميد رامي حريمات. طريقه ممتازه وفرحه كبيره لجماهير الجيش الملكي بهذا الهدف وهذا التقدم. هدف اللي اكيد غيكون عنده كما قلت انعكاس ايجابي على لاعبي فريق الجيش الملكي. فرحه كبيره بهذا الهدف اللي كيجي في الدقائق الاخيره من هذه الجوله الاولى بواسطه اللاعب العميد رامي حريمات. وضع الكره في الجهه اليمنى في الوقت اللي سيكو سيلا مشى الجهه اليسرى. ممتاز اللاعب. خطا لفائده فريق حوريه. لعبات الكره داخل فريق الجيش الملكي حدود مسانده الاصداء قطر مع المنتخب الوطني المغربي بنفس الشكل وبنفس الطريقه وبنفس اكيد الحماس. هذه فرصه احمد حمودان فرصه كره مرت جانبا. خالد اتور خان كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. تضيع هذه المحاوله على فريق الجيش الملكي كان قريبا عند اللاعب جمال الشماخ امامه مساحه بامكانه ينطلق. جمال الشماخ مشى بالكره لاحظوا السرعه ديال جمال الشماخ. تمريره ممتازه عند حمزه خابا داخل منطقه الجزاء يمرر دائما احمد حمودان شوط يعمل حمودان مراوغه ممتازه وتدخل دفاعي لكبعاد الكره. حمودان يمكن نقول بانه عمل كل شيء حاول يمرر. حمزه خابا شوط يعمل حمزه خابا كيسدد لكن الكره مشات فوق مرمى. كان عنده حل انه يسدد او انه يمرر في الجهه اليسرى لانه كان تحرك كذلك وانطلاقه ديال احمد حمودان. كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله في الوقت اللي هناك تغيير قادم. نتابع هذه التسديده القويه لزين الدين الدراج وتدخل الحارس تمرير داخل منطقه الجزاء واحمد رضا التقنوتي داخل منطقه الجزاء. تدخل الدفاع. الكره خطيره مرات جانبا من القائم الايمن. محاوله خطيره لفائده فريق حوريه الغيني بواسطه اسماعيل كاميرا. حذاري من هذه الكرات. لاحظوا التسديده ما مشاش بعيد على حريمات. تمريره في اتجاه اللاعب انس باش لرضا سليم شو يعمل بامكانه يمرر. رضا سليم رفع الكره. الحكم المساعد رفع الرايه. كره جوزت خط المرمى حسب الحكم المساعد. بالتالي كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله على فريق الجيش الملكي. تابعوا بالفعل كره خرجت المثاليه لمساحه الملعب عند جمال الشماخ ليوسف الفحلي. فرصه ومحاوله في فريق الجيش الملكي. تمريره بنيران صديقه. فريق الجيش الملكي كيتمكن من تسجيل هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. تمريره ممتازه من الجهه اليسرى واللاعب ابراهيم كابا يسجل هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. ابراهيم كابا بالخطا يضع كره في الشباك لكن تابعنا تمريره ممتازه من الجهه اليسرى. بالتمرير في اتجاه اللاعب يوسف الفحلي رفع الراس ديالو بحث على محسن بوريكا في الوقت اللي ابراهيم كابا حاول انه يبعد الكره فوضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه. يعني الاخطاء وارده خصوصا لما تكون يعني فرص محاولات مسترسله. فقلت بان الاخطاء تعطي حذر من طرف مروان الوادي. حريمات
خالد ايتوان خان، انطلاقه ديال خالد ايتوان خان. خالد ايتوان خان شنو يعمل خالد ايتوان خان؟ السرعه ديالو على مستوى الجهه اليسرى. ايتوان خان الخطا والبطاقه قادمه. الخطا والبطاقه لازم تكون بطاقه لان كانت يعني هجمه واعده. الحكم شنو غادي يعمل؟ امبابا هيلاري ما عطى اي شيء. اعتقد بانه كان خصو يعطي بطاقه لان خالد ايتوان خان يعني مشى وكان بامكانه يدخل داخل بطاقه الجزاء. لاحظوا انه اللاعب بحث على الرجل ديال خالد ايتوان خان، فاعتقد انه البطاقه هنا كانت حاضره. الافريقيه فريق الجيش الملكي لعبات الكره مروان الوادي، الكره تطمت بالحائط. وقت الحكم المساعد رفع الرايه. هناك وضعيه تسلل على اللاعب كان مهاجم خطير، كذلك اللاعب سماح لعب بالدوري الفرنسي. العديد صراحه من اللاعبين الغينيين اللي تالقوا على مستوى الدوريات الاوروبيه. مشات الكره في الجهه اليمنى لفائده فريق الجيش الملكي. رضا سليم دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله تدخل وابعاد الكره داخل منطقه الجزاء. انس باش الحكم كيعلن خطا لفائده فريق حوريه الغيني امامنا. لعبات الكره مشات فوق المرمى. نتابع الفرصه المحاولات التسديده ديال إيساكا ساماكي. رضا سليم كيمرر، ترجع الكره من ايوب ايتخسو. رضا سليم، مروان الوادي كنلعبوا الدقيقه الاخيره في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع لهذه الجوله الثانيه والمباراه. دي فرصه محاوله ممتازه. جمال الشماخ، هدف ولا اجمل ولا اروع لجمال الشماخ. طريقه ممتازه، تسديده قويه لا تصد ولا ترد. سيكو سيلا فقط يعني تبع الكره والكره تستقر في الشباك. فرحه كبيره للجماهير. اعتقد انه غادي يكون يعني مسك الختام بهدف يمكن نعتبروه من افضل الاهداف اللي تسجلت في هذه الادوار التمهيديه. هدف جمال الشماخ غادي نتابعوه اكيد من عديد الزوايا. رجعت كره من مروان الوادي، رابع حريمات لجمال الشماخ. ما زاد ما نقص بهذه التسديده بهذه القوه بهذا